وهو كان علاج مؤقت لحالة أمن متردية. اعتماد قانون التظاهر أو تعديله، قانون تنظيم التظاهر أو تعديله، دي مسؤولية البرلمان الجاي. لكن في كل الأحوال القانون الذي أجيز من برلمان منتخب سيطبق على الجميع. البرلمان فضل عليه 3-4 شهور يقدر ينظر في قانون التظاهر، يعدله، يوسع حرياته، يتعامل معاه بالشكل اللي يرضي المجتمع. وانا شايف ان قضيه تنظيم التظاهر قضيه لو لها شعبيه تقدر تقنع النائب بتاعك ان تكون من اولوياته. 2 هذا القانون في تعسف في حق التظاهر. 3 ان حتى هذه اللحظه كل اللي بيتحاسبوا على القانون شباب قوى مدنيه مش مدنيين، ولا واحد اتقدم للمحاكمه الان الا بمولوتوف وبعنف وبضرب وبتكسير ومعرفش ايه. يعني هي المشكله كلها عامل قانون عشان اقبض على احمد دومه؟ طب ما تقولوا لنا احنا نقبض عليه، يعني اقولوا يعني مش لازم تعملوا قانون تشريع. التشريع اللي موجود الان هو مش تشريع حق تنظيم التظاهر، هو قانون لمنع التظاهر. في فرق كبير جدا، وهناك التزام من حق الرئيس عندما يتولى، هناك يستند للسلطه التشريعيه والتنفيذيه، وعلى اولوياته هو يعيد تنظيم هذا القانون طبقا لما قاله المجلس القومي لحقوق الانسان حتى قبل القرار. شكرا.